البلوش شعب إيراني يتواجد بين إيران وأفغانستان وباكستان. اللغة البلوشية قريبة جداً من اللغة الكردية، وكلاهما جزء من مجموعات عرقية كبيرة دون دولة. إذن كيف تم تقسيم بلوشستان وحكمها من الآخرين؟ حسن، موقعه الجغرافي تسبب في حرب شد وجذب متواصلة بين الإمبراطوريتين الهندية والفارسية القديمتين، ثم مع صعود الإسلام جاء العرب عبر هذه المنطقة. في الواقع لمدة تقارب من 100 عام كانت جزءاً من عمان، وحتى عام 1958 تم شراؤها من قبل باكستان. ولدت والدتي في كويته عاصمة بلوشستان الحالية. الأرض غنية وتحتوي على أحد أكبر احتياطيات الذهب والنحاس في العالم. يعني برأيي عنده أيضاً بعض من أجمل الفنون في العالم. أتذكر عندما تم إرسال ملابس لي من الوطن وفكرت لماذا لم أرى شيئاً كهذا من قبل؟ الأنماط الهندسية والتطريز اليدوي أثار فضولي لمعرفة المزيد عن البلوش. يسمى التطريز اليدوي دوتش، وقد يستغرق أشهراً لإنشائه. كل تصميم له أسلوب فريد خاص به. على سبيل المثال ذا يدعى شاندان إيهار، واللي يترجم إلى عقد من القمر. الفستان يمثل رمزاً للهوية الثقافية ومهارة البلوش. هناك قصص في خيوطنا تنقل تقاليدنا وتاريخنا وتراثنا.